السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحلقة ديال اليوم الجمعة كما وعدناكم تفسير آية قرآنية. واحد الآية كنا ناقشناها في اللايف ديال يوم السبت اللي فات نظن، ووعدتكم أن ندير لكم حلقة على يوم الجمعة، جات الوقيته ديالها. كان كيفاش جبدنا الموضوع كان الموضوع هو كيفاش تختار الشريك ديال الحياه ديالك. كنا حطينا واحد المعايير كيفاش تختار الشريك ديال الحياه ديالك، 1 2 3 4 وبقينا عاطين معايير. وصلنا لواحد المرحله في اللايف ان كيفاش كتوصل تاخذ واحد التجربه مع الزوج ديالك ومع الشريك ديال الحياه ديالك باش تطول معاه ان شاء الله العشره تكون مزيانه. وصلنا للمساله ديال القضيه ديال واحد السيد كان قالنا في الكومونتير او السيده مابقيتش عاقل بالضبط ان زعما الانسان اللي كان طيب كيلاقي الله مع الانسان الطيبه، والانسان اللي خبيث كيلاقي الله مع الانسان اللي خبيث. هذه المساله قلت لي لا خويا ما كايناش. كاينين الناس الله عمرها دار طاحوا في امراه عيانه، وكاين عاوتاني امراه الله عمرها دار وبنت الناس وطاحت في راجل زيرو ما كيسوى حتى فرنك، راجل ما مزيانش. يعني مرة تكون مزيانه، مرة كتكون قضيه ماشي حتى ليه. يعني كيبقى المساله ديالاش كيفاش كتختار الشريك ديالك. ويقول لي الدليل ديالو هو داك السيد في الكومونتير قال لي الله سبحانه وتعالى قال الايه القرانيه اللي قال بسم الله الرحمن الرحيم: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئك المبرؤون مما يقولون لهم مغفرة من ربهم ورزق كريم. لهم ما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. هذه الآية هو استدل لي بهذه الآية اللي زعما قال لك الدليل ديالها القرآن. معقول نقول لي لا الآية فسرتيها غلط، التفسير ديالها غلط. كاين واحد العلماء فسروها غلط، كيقول بأن زعما المعنى ديال الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات زعما الراجل اللي خبيث يلقى الله معاه. لا، بدليل أن نوح عليه السلام كانت من الغابرين، كانت ماشي مؤمنة. وفرعون كانت المرأة ديالو مزيانه مؤمنه. يعني هنا المعيار اللي قال التفسير ديال الايه غلط. ووعدناكم ان التفسير ديال هذا يكون في هذه الحلقه هذه، ومن المعنى ديالها هما الكلمات الطيبات. المقصود بالخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، شنو المعنى ديالها؟ حيت دابا القران باش تفسروا خاص تكون ديال السياق واللحاق. السباق والسياق واللحاق. السباق هي الايه اللي قبل من الايه اللي كتفسر، والسياق الايه اللي كتفسر، واللحاق هي الايه من بعدها. وكيكون التفسير عاوتاني بايات اخرين، كيكون الله سبحانه وتعالى كيكون ايه مثلا دايرها في شي سوره وكتلقى التفسير ديالها في سوره اخر، التكميله ديالها ولا التفسير ديالها اخر. الدليل ان الله سبحانه وتعالى قال على الكلمه الطيبه شنو قال عليها؟ الكلمه الطيبه كشجره طيبه اصلها في الارض وفرعها في السماء. هذا هو المقصود بالخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. الطيبات للطيبين، يعني الكلمه الطيبه شكون تيقولها؟ الانسان الطيب. والكلمه الخبيثه كتخرج من الانسان الخبيث، والكلمه الخبيثه كتخرج من الانسان او الانسان اللي خبيث. هذا هو المقصود بالايه. ماشي المعنى ديال الايه ان اللي غيتزوج اللي راجل خبيث كيلاقي الله مع امراه خبيثه، او المراه خبيثه كيلاقي الله مع رجل خبيث. هذا تفسير خطا. وبالدليل قلنا على رسل الانبياء منهم النبي نوح عليه السلام، وفرعون تا هو كانت عنده امراه صالحه وهو كان من الكفار. يعني كانت خاطئه. التفسير ديالها الصحيح ان الخبيثات، كلمه الخبيثات كيخرجوا من الانسان اللي خبيث. يعني تقصد بها الكلمه. يعني الانسان بعوض من يقول شنو الدليل بان كان، وشنو سبب نزول ديال الايه ان قذف امنا عائشه الذين جاءوا بالافك لقصه اخرى هي اللي سببها باش نزلت هذه الايه هذه. كنتمنى التفسير ديالها تكون واضح، يعني قلنا بالدارجه وما امورها واضحه. التفسير ديالها هو ان الكلمات الطيبات كيخرجوا من الانسان اللي طيب، والكلمات اللي خبيثات كيخرجهم الانسان اللي خبيث، النفس ديالو خبيثه او الروح ديالو خبيثه. يعني والدليل ان الايه اخرى تيقول لك الكلمه الطيبه كشجره طيبه، وقال لك عاوتاني الكلمه الخبيثه كيخرج من الانسان اللي خبيث. هذا هو المقصود من ديك الايه. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.